السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم لكم اليوم التردد الجديد لقناة مكسبي سبورت على نايل سات بتاريخ اليوم 8/3/2021 وطريقة تنزيل القناة على الريسيفر. ودلوقتي لو لسه مشتركتش معانا انزل اشترك وفعل الجرس ودوس لايك ليصلك كل جديد في مجال الريسيفر والدش. واهم الزرار اللي احنا هنحتاجها في الريموت كنترول بالنسبة للمبتدئين هو هيكون زر منيو، بعد كده زر الاحمر اللي هو لاضافة التردد الجديد، والزر الازرق للباحث عن التردد، وزر اوكي للتأكيد. ودلوقتي على طول هنبدأ ندوس على زر منيو من الريموت كنترول عشان يبدأ يظهر لي الايقونات دي، فابدأ ادور على الايقونة اللي هيكون اسمها التركيب وهدوس اوكي من الريموت كنترول. هتظهر لي القائمة دي، هدور على كلمة قائمة الترددات برضك هدوس اوكي من الريموت كنترول. هتظهر لي القائمة دي في 4 ألوانات تحت هم اللي موجودين عندك في الريموت كنترول: الزر الأحمر لإضافة تردد جديد، والأخضر للتعديل على التردد، والأصفر لحذف التردد، والأزرق للباحث عن التردد. وفي الحلقة بتاعتنا النهاردة احنا هندوس على الزر الأحمر عشان نبدأ نضيف التردد الجديد. زي ما انتم شايفين القائمة فيها التردد ومعدل الترميز والاستقطاب. بالنسبة للتردد هيكون كالتالي: 11595، ده بالنسبة للتردد. أما معدل الترميز هيكون 27500، وده هيكون معدل الترميز. أما الاستقطاب هيكون عمودي، وأبدأ أدوس أوكي من الريموت كنترول. لو اداني مرسل موجود يبقى التردد أصلا موجود عندنا. كل اللي احنا هنعمله اللي احنا هندوس على زر أوكي مرة تانية عشان يبدأ يديني علامة الصح دي، وأبدأ أبص على الإشارة هل هي جيدة أو لأ. بعد كده هنبدأ ندوس على الزر الأزرق عشان نبدأ نعمل باحث عن التردد. فنبدأ ندوس على الزر الأزرق دلوقتي عشان تبدأ تظهر لي القائمة دي فيها باحث عن الشبكة ونوع القناة. بالنسبة للبحث عن الشبكة طبعا هنخليها إغلاق، أما نوع القناة فهنخليها مجانية. بعد كده نبدأ ندوس أوكي من الريموت كنترول. زي ما انتم شايفين بدأ يعمل باحث قدامكم دلوقتي، بيقول لي حفظ نتيجة البحث، طبعا هندوس أوكي، وحفظ البيانات برضك هندوس أوكي. بعد كده نبدأ ننزل تحت خالص على أول القمر ونبدأ ندور على القنوات اللي نزلت معانا جديد. زي ما انتم شايفين قناة مكسبي سبورت نازلة على التردد الجديد. وبالنسبة للناس اللي القناة ما بتلاقيهاش في آخر القمر، كل اللي انت هتعمله ان انت هتحذف التردد وتبدأ تكتبه من جديد، بعد كده تعمل عليه باحث وان شاء الله هتنزل معاك في آخر القنوات. وشكرا لكم.